كابتن شوبير بيكتب نهايته الإعلامية وبإيده هو ومن غير تدخل أي حد، بإيديك بتكتب نهايتك. تعالوا نشوف الراجل ده بيقول إيه. على رأي محمود عبد العزيز في الكيميكا، إيه في إيه؟ مكمكينها قوي كده ليه؟ وإحنا تشكيلنا ولاعبتنا ومدربنا وإدارتنا أفضل من أي حد. هو الكلام ده هيزعل حد؟ هو الكلام ده حد هيشتكيني بيه؟ يقول لك شكوى لأنه قال كيميكا وده لفظ ما فيهوش يعني أدب ولا فيه احترام؟ طب كيميكا وانتصاراتنا مش عاجباه، والكيميكو والاهلي طاير ياهو، في ايه؟ بجد انا مش عارف انت عايز ايه بالظبط يا كابتن شوبير. انت دلوقتي مقدم برامج في قناه فئويه لصالح النادي الاهلي، مالك وباقي الانديه التانيه؟ وكل شويه تلقيح، ومره تقول يا نسر ودلوقتي بتقول الكيميكا. انا مش فاهم معناه ايه اللي انت بتقوله ده اصلا. يعني انت لو فاهم اللي انت بتقوله اشرحه لنا. محدش فاهم، احنا بنضحك وبس. كده كده اصلا قناه الاهلي محدش بيتفرج عليها، ولا الاهلاويه ذات نفسهم اساسا بيتفرجوا عليك. فانت خسرت كتير. فحاول تحترم وتقدر اللي باقي من عمرك عشان خاطر ابنك اللي هو مصطفى شوبير، حارس مرمى واعد. يمكن مستواه مهزوز الفتره الاخيره بسببك، عشان الناس كلها بقت ضدك وبقت بتهاجمك. فاكيد هو زعلان على اللي بيحصل ده ابوه. عمري ما انسى كابتن شيكابالا لما قال مصطفى شوبير من اعز اصدقائي. فليه انت تملي تخلي في توتر بين الجمهورين؟ نفسي اعرف اللي بيدير قناه الاهلي ساكت على اللي بيحصل ده ليه. ونفسي اساله سؤال، انت لما اتفرجت على الكيميكا ضحكت ولا بتعمل ايه بالظبط؟ بجد دمتم بتضحكونا.